هقول لكم النهاردة على 4 أبراج بتحب العزلة ومش بتخاف تقضي وقت لوحدها، ومن أبرزها الجدي والعذراء. واسمعوا الفيديو للآخر وقولوا لي الكلام ده صح ولا لأ. أولاً برج السرطان. مولود برج السرطان لو حس بحبه للناس اللي حواليه هيتفاعل معاهم بشكل كبير، لكن لو ما حبش الشخص اللي قدامه مش هيلتفت ليه أساساً ويرجع لبيته اللي بيكون بمثابة قوقعته. فبرج السرطان بيحب يقعد في بيته جداً ومش بيحس إن ده عبء عليه، بيشعر بالاستمتاع جداً. أما برج العذراء، مولود برج العذراء من الأبراج الفلكية اللي بتستمتع بتواجد الناس حواليها، لكن بعد وقت طويل بيحس إنهم مش قادرين يكملوا قعدة ويبقوا عايزين يقعدوا لوحديهم. نلاقي برج العذراء بيحب يركز في الكتابة بتركيز شديد وعميق، ولو ما لقاش حاجة تخليه يخرج من البيت بيفضل قاعد وبيحس براحة جدا. وندخل على برج الجدي. هو اجتماعي بدرجة كبيرة وعنده القدرة إنه يتكلم مع الناس، لا ومش بس كده، ده يبدأ الكلام مع ناس لسه بيتعرف عليهم، لكن مزاجي جدا، مودي قوي، وده اللي بيخليه يتأثر باللي بيحصل حواليه ويفضل قاعد في البيت لوحده لوقت طويل وفجأة يبعد عن الناس خالص. ندخل بقى على برج الحوت. لو جاله فرصة يقعد في البيت يحب يقعد فترة طويلة. من المعروف إن برج الحوت برج حساس ودماغه مش بتبطل تفكير، وممكن يقضي وقته مستمتع في أحلام اليقظة. مولود برج الحوت بقى من الأبراج المبدعة للمناسبات الاجتماعية، وهو كسول بشكل لا يصدق، وده يخليه قاعد في البيت ما يحبش يطلع بره. لا 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 خالص مش كده. قولولي انتوا بقى ايه رأيكم في الكلام ده، صح ولا مش صح؟